عايز تعلّي إفراز الدوبامين وتخرج من مود التوتر والقلق والاكتئاب اللي بقى محوطنّا من كل ناحية ده، روح افتح درجك وطلّع هوايتك القديمة اللي ركنتها بقى لك سنين وعيد استرجاع هواياتك القديمة. العلماء اكتشفوا إن الهوايات القديمة أو الهواية ممكن تقلل التوتر بنسبة 75% أكتر من الshopping والأكل، أكتر حاجة إحنا بنحبها يعني. الحقيقة إن الهوايات القديمة بتفرّغ طاقة كبيرة بيستخدموها برّه لعلاج الاكتئاب وعلاج القلق وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة كمان. الحقيقة إن الهوايات القديمة مش بس بتعمل تفريغ ذهني لحالة التوتر اللي إحنا عايشينه طول اليوم، بالعكس دي بتنظّم وبتنشّط مراكز المكافأة في المُخ. فدلوقتي حاول تطلّع من الدرج الهواية اللي راكنها بقى لك سنين، حاول تعيد إحيائها تاني من أول وجديد، وحاول على قد ما تقدر تخلق لها وقت حتى لو صغير على الأقل من باب إنك تفرّغ كمية التوتر اللي حصلت عليه من السكرول وأخبار الحروب والحاجات الأزمات اللي إحنا عايشينها من خلال شاشة التليفون. حاولوا تقدّموا لنفسكم حاجة ترفّه عنكم وتقلل نسبة التوتر، كل اللي إحنا بنعمله في يومنا بيزوّد التوتر والله ما بيقلله. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.